مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم محمود، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. ملائمة تربية الدواجن في إقليم عنسبة. مشاركة شعبية فعالة في التنمية بتسني. أعضاء وزارة العدل يزورون مواقع التنمية. معتقل 7 عسكريين أفغان في هجوم جديد لطالبان. سول وطوكيو وبكين تتفق على دعم الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية. وفنزويلا تلقي القبض على 11 شخصا بعد هجوم على نقطة عسكرية. أهلا بكم. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة ملائمة مناخ الإقليم المعتدل لتربية الدواجن. وأوضح مسؤول وحدة تربية الدواجن والنحل في المكتب السيد سمرة تقل ميكائيل إنتاج 250,000 من الفراخ في مدينة كرن العام الماضي وتوزيعها لكافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى وجود خطة لتوسيع البرنامج. وقال أن تربية الدواجن من الموارد التي لم يعمل بها في إقليم عنسبة، ولاستغلال ذلك تجري أنشطة تنويرية للمجتمع حول تربية الدواجن وفوائده. وأن الدورات التدريبية التي قدمت لأكثر من 300 مزارع في مديرية علا برعد شجعت المزارعين لتربية الدواجن بطريقة علمية، ونصح تعظيم الرعاية والمأوى الجيد المغلق للدواجن لحمايتها من الأمراض والحصول على إرشادات الخبراء في التغذية والعناية. أفاد التقييم الذي جرى في 20 من ديسمبر الجاري في مديرية تسني المشاركة الفعالة للمواطنين في برامج التنمية. وأوضح مدير المديرية السيد سيوم جبريسوس تنظيم أنشطة نفير لتنظيف المزارع والحصاد وحماية التربة وحفظ المياه والنظافة بمشاركة 25,000 مواطن وأعضاء قوات الدفاع لمدة 170 يوما. وأشار إلى وجود برامج بدأت هذه السنة وتستمر بتوسع السنة المقبلة لإرسال الخدمات الاجتماعية، موضحا بأن جهود التوعية أثمرت لتعليم نصف الأطفال البالغ عددهم أكثر من 8,000 كانوا لا يذهبون إلى المدرسة. وحث لتعزيز المشاركة الشعبية من أجل إكمال بناء غرف انتظار الحوامل التي بدأ العمل فيها على مستوى جماهيري. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية تسنية السيد تسفازجي أوبازجي في تنفيذ 77 من مشاريع التنمية التي وضعت لهذا العام، من جملة 93 مشروعا تنمويا وتنفيذ جزئي ل13 مشروعا وانتقال 3 مشاريع إلى السنة القادمة. وأفاد التقرير المقدم بشأن أنشطة التنمية الاقتصادية وضع برنامج لزراعة مطرية في مساحة حوالي 20,000 هكتار، غير أن الأراضي التي زرعت بلغت 12,000 هكتار. وظهور آفة الجراد والطيور التي تم السيطرة عليها دون إحداث الأضرار بالمشاركة القوية للسكان، مشيرا إلى أن المحصول الزراعي لم يكن حسب التوقعات لعدم استمرار الأمطار بغزارة في البداية. وطالب الاجتماع لإيجاد حل عاجل لخدمات الكهرباء والمياه لتسني وعد عمر وإنجحاي ونقل سلخانة تسني إلى مكان آمن لتسببها في التلوث البيئي، والاهتمام بطرق تسني المشكلة مخاطر مرورية للمشاة والسيارات وإزالة الطمي من ترعة على قدر. زار أكثر من 33 من أعضاء وزارة العدل مواقع التنمية في أقاليم القشبركة والجنوب وشمال البحر الأحمر. وتفقد أعضاء وزارة العدل في الزيارة التي جرت من 19 حتى 22 من ديسمبر سدود كركبة وسقرة ومسلام وقحتلاي، بالإضافة إلى ميناء مصوع ومصنع قدم للأسمنت. وقدم لهم في هذه المشاريع شرحا مفصلا حول تطور العمل والبرامج المستقبلية. وأوضح المشاركون عن الارتياح للزيارة مثمنين جهود الشباب في مواقع العمل. تقدم عيادة ربربية بمدينة فرو خدمات مشهودة لرعاية الأمومة والطفولة. وأوضح السكان بأن العيادة تعمل لرفع الوعي الصحي ومكافحة الأمراض خاصة المعدية، منادين الاهتمام بغرف انتظار الحوامل.
وقال مساعد التمريض السيد رمضان محمد عمر إن العيادة تقوم إلى جانب الخدمات المنتظمة توعية المواطن بنظافة البيئة وتنويره بأسباب وانعكاسات الأمراض المعدية وغير المعدية، داعيا تجميع القرى لتقديم خدمات فاعلة. وتقدم عيادة ربربية الخدمات الصحية للضواحي مع حفيد ووادي حداس وربربية وجزء من ضاحية مالكا. نشرتنا لا زالت مستمرة معكم مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. أعلن مسؤولو مقتل 7 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان غداة مقتل جندي أمريكي، فيما تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دام آخر. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن إرهابيين هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت أباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان. وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان مقتل 7 جنود في الجيش الأفغاني وجرح 3 آخرين، كذلك أصيب 3 من موظفي المديرية الوطنية للأمن بجروح. ويأتي الهجوم غداة إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أمريكي في إقليم قندوز بشمال أفغانستان. وأكدت الحركة الجهادية أن عددا من العسكريين الأمريكيين والأفغان أيضا جرحوا في هذا الهجوم. كما أعلنت أنها قامت بتفجير آلية أمريكية في شاردار بإقليم قندوز، ما أدى لمقتل الجندي الأمريكي. ذكر مون جيه إن رئيس كوريا الجنوبية أن بلده اتفق مع الصين واليابان على العمل معا في سبيل دعم الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك في أعقاب قمة بين البلدان الثلاث في الصين. وقال مون بعد اجتماع مع رئيس الحكومة الصينية لي كينغ ورئيس وزارة اليابان شينزو آبي في مدينة تشونغدو بجنوب غرب الصين أن البلدان الثلاث اتفقت على الحاجة للتواصل الوثيق. كانت الصين وروسيا اقترحتا الأسبوع الماضي أن يرفع مجلس الأمن الدولي بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في إطار ما تصفه بكين بأنه محاولة لكسر حالة الجمود الراهنة والسعي لحشد الدعم، لكن لم يتضح إن كانت بكين قادرة على إقناع سول وطوكيو بمخالفة واشنطن التي أبدت معارضتها الواضحة لذلك، وقد تستخدم حق النقد الفيتو ضد أي مشروع قرار في هذا الصدد. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا على صلة بهجوم استهدف نقطة عسكرية نائبة في جنوب البلاد، لكنها أوضح أن بعض المشتبه بهم فروا عبر الحدود إلى البرازيل ومعهم أسلحة مسروقة. وتتهم السلطات الفنزويلية البرازيل وكولومبيا وبيرو بالتواطؤ في الهجوم الذي قتل فيه جندي فنزويلي، وتنفي الدول الثلاثة التهم. والبلدان الثلاثة من خصوم الرئيس الاشتراكي مادورو، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا. وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي دعا مادورو نظيره البرازيلي جاير بولسونارو إلى التعاون، وألقت السلطات باللوم في الهجوم على قطاعات متطرفة من المعارضة. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة. وفي يناير الماضي استخدم غوايدو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة مادة بالدستور لينصب نفسه رئيسا للبلاد، وشجع الجيش على الوقوف بجانبه. الخبر الأخير في هذه النشرة: افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خط السكك الحديد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا في خطوة تشكل تحديا جديدا لأوكرانيا، وذلك بعد ما ضمت موسكو شبه الجزيرة في عام 2014. ويقع الخط على الجسر الذي يربط شبه جزيرة كيرتش في القرم بجبل تامان في جنوب روسيا، حيث سبق أن قام بوتين بأول عبور في معصورة القيادة إلى جانب السائق بطول 19 كيلومتر. وتم افتتاح طريق للسيارات على الجسر في مايو 2018، وقام بوتين حينها بالعبور وهو يقود شاحنة برتقالية تتقدم موكبا يضم نحو 10 مركبات.
ومن المتوقع أن تنقل القطارات التي ستربط موسكو وسان بطرسبرغ بسيمفروبول عاصمة القرم 14 مليون مسافر في عام 2020. ودان الاتحاد الأوروبي بشدة افتتاح خط السكك الحديد، واصفا إياه بأنه انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا. وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الجسر يحد من حركة عبور السفن مضيق كرش نحو الموانئ الأوكرانية على بحر أزوف، مشددا على أن القوانين الدولية تنص على ضرورة عدم عرقلة حركة العبور. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.